أجنحة الفراخ النهاردة بقى بدبس الرمان خطيرة جدا، أحلى صينية وطعمها جميل جدا ما شاء الله. قدمناها النهاردة مع رز بالشعرية خطيرة جدا. يلا بينا نبدأ وصفتنا. عندي هنا كوبايتين زبادي صغيرين بنزل بيهم، ومعلقة كبيرة من الزعتر على الروزماري الأعشاب ما شاء الله، وبروح نازلة بعصير ليمونة. ادي الوصفة دي طعمها خطير جدا ومميز. بروح هنا بقى الخطوة دي بنزل بيها بمعلقتين كبار من الدبس الرمان ما شاء الله، بيدوكي تطعيمة جميلة جدا، وكمان معلقة صغيرة من الزيت، وأقلب كده كله بالمضرب. وكمان بنزل عندي ببصلتين كبار، وكمان نص كيلو طماطم مقطعاهم جوليان ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. بنزل بقى هنا بالبهارات، بهارات فراخ معلقة صغيرة، وكمان معلقة صغيرة مرق دجاج، ومعلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة كاري، وفلفل أسمر طبعا معلقة صغيرة. وآدي بظبط عندي الملح ما شاء الله. هنا بقى بنزل الأجنحة عندي، أنا سايباها بالرقبة معايا، بنزلها في التتبيلة وأقلبها كده كلها مع بعض ما شاء الله. اللهم بارك، جميلة جميلة. هنا بقى بزود التطعيمة معايا معلقة كبيرة من الثوم المهروس ما شاء الله، وأقلب بقى كله كده مع بعضه. دي واحطها بقى عندي كده في التلاجة لمدة ساعة بقى ساعتين زي ما انت حابة. كل ما تقعد معاكي كل ما تديكي تطعيمة جميلة جدا. هنا بقى بظبط عندي الصينية في كيلو بطاطس مقطعاه شرائح كده ما شاء الله. بظبط رشة ملح ورشة مرق الدجاج، وكمان رشة من الزعتر على الروزماري، ورشة من الزيت. دي أنا هنا ظبطت الصينية. بروح بقى بعد ما طلعتها الأجنحة من التلاجة اللي قدامتها لمدة ساعة، بطلعها كده واروح فرداها عندي في الصينية ما شاء الله. ادي اظبط بقى كله. شايفين بقى الطماطم مع البصل اللي انا مقطعاه خطيرة ما شاء الله. الصينية دي بقى حابة تزوديها كمان كوباية مية صغيرة مفيش اي مشكلة، كده كده الأجنحة هتنزل ميتها برضو ما شاء الله، بس زوديها برضو كوباية مية صغيرة. وتزودي كمان على الوش زيت، وتروحي مغطية بالورق الفويل زي ما انا غطيت كده، وادخلها في فرن سخن جدا تستوي معاكي، بتبقى جميلة جدا. وتشغلي الشواية بتاخد معاكي الوش، وأحلى صينية وأحلى غدا. أتمنى أن حضراتكم تتابعوني على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.